أهلا بيكم. أنا ميرا سامي ودي حلقة جديدة من سلسلة حلقات نسوان قادرة. وقصة حلقتنا النهاردة عن سيدة اسمها بسنت عبد الغني، وهتسمعوا معايا جريمة من أغرب وأبشع الجرائم اللي ممكن تسمعوها. تعالوا أحكي لكم حكايتها. بتبدأ القصة يوم 1 أكتوبر سنة 2022 في عمارة من عمارات المعادي الراقية. في عز الليل بيصحى سكان العمارة على صوت صريخ جاي من شقة بسنت، وصوت ترزيعها على باب حمام الشقة، وهي في حالة انهيار كاملة، وحرفيا كان صوت صراخها يقطع القلب. وقتها بيطلع البواب ويخبط عليها، وبتفتح له وهي منهارة، وبتقول له إنها سمعت صوت صريخ جوزها صحها من النوم، وقامت لقيته مش موجود في الشقة، وهي بتدور عليه لقت باب الحمام مقفول من جوه، وفضلت تخبط عليه ومفيش ولا حس ولا خبر، وطلبت من بواب إن يكسر لها باب الحمام. وهنا كانت الصدمة، لأن المنظر اللي شافوه كان من أكتر المشاهد رعباً اللي ممكن الإنسان يشوفها، لأنهم بيلاقوا جوزها معتز الهلالي جثة هامدة في أرض الحمام، وطريقة القتل كانت في منتهى البشاعة وبدون دخول في التفاصيل. وقتها بسنت بيغمى عليها وبتترمي في الأرض جنبه، والبواب بينزل جري وبيروح يبلغ في أقرب اسم شرطة عن اللي شافه، وبيستقبله رئيس مباحث قسم المعادي، وبتنزل معاه قوة كاملة عشان يتحققوا من الواقع. ولكن منظر وموقع الجريمة أرعب الكل، بالرغم إن دي طبيعة عملهم وبيشوفوا من ده كتير، إلا إن الجريمة المرة دي كان ليها طابع أكثر رعباً. وده لأن كان واضح إن قبل الجريمة تم ممارسة أعمال السحر، وحوائط الحمام كلها كان مكتوب عليها طلاسم غريبة. والأبشع هنا إن الطلاسم دي كانت مكتوبة بدم القتيل، والجملة الواضحة الوحيدة كانت مكتوبة بدم برضو على مراية الحمام، واللي مكتوب فيها لأنه ظالم وتجرأ على ملكته. ده بالإضافة لوجود كتاب من أشرس كتب السحر اللي اتعرفت في التاريخ، والكتاب ده كان مرمي جنب جثة معتز بالظبط. وقتها عرف رجال المباحث إنهم داخلين على قضية أكيد هتكون مش سهلة، وبدأوا البحث والتحريات عن معتز وعن كل اللي ليه صلة بيهم، واللي بيظهر لهم إن معتز عمره 36 سنة ومقطوع من شجرة بالمعنى الحرفي، لأنه اتربى في ملجأ من وهو رضيع لغاية ما كمل 10 سنين، ومن أول ما خرج للشارع وهو بيعافر مع الدنيا، واشتغل في مجال السيارات من تصليح وتجارة، وكان شاطر جدا وشرب المهنة لغاية ما بقى عنده معرض سيارات كبير. أما زوجته بسنت فهي من عيلة كبيرة في الغربية وعمرها 31 سنة، وفي التحريات بيعرفوا إنهم متجوزين من 6 سنين، حياتهم مستقرة، ولكن منغص عليهم عيشتهم حاجة واحدة بس، وهي إن ربنا ما أردش إنهم يخلفوا طول فترة ال6 سنين. ده بالرغم من إنهم لجأوا لكل التخصصات الطبية وكل الوصفات. وفي النقطة دي تحديداً بتحكي لهم بسنت إن معتز كان هيتجنن على طفل، لدرجة إنه لما بدأ ييأس من الطب والعلاج بدأ يلجأ لعدد من الدجالين. ومش بس كده، دي بتقول إنه بدأ يمارس طقوس غريبة ومرعبة، وأولها إنه بدأ يغيب أيام كتير جدا عن البيت. ولما تسأله بسنت بيقول لها أنا كنت في الخلوة، وما كانش بيقول لها تفاصيل أكتر من كده. وبتقول كمان إن الوضع اتدهور بيه أكتر وأكتر في الفترة الأخيرة، وإنه كان بيجيب حيوانات ويحبسها في الحمام، وإنه كان ممكن يقعد بالأسابيع ما يستخدمش المية نهائي، وبيستخدم بدل المية الحليب في كل شيء يخص التنظيف. وفي آخر أيام كان معتز في قمة الرعب، وبيقول لها إن في حاجة بتهدده، وإن في كيان هيأذيه، والموضوع طلع أكبر منه، وإنه حرفياً ما كانش بيشوف النوم. وبتقول إن الوضع ده فضل في التدهور لغاية يوم الجريمة. وقتها بيبدأ فريق البحث الجنائي في مهمتهم الصعبة في كشف الجريمة، وبيتبين لهم إن الحمام اللي هو موقع الجريمة ملوش غير منفذين، وهم باب الحمام اللي تبين لهم إنه بالفعل كان مقفول من جوه وقت لما البواب قام بكسره وبلغ الشرطة، والمنفذ التاني كان شباك الحمام واللي كان صحيح على الشارع، ولكن بيعلو عن الأرض مسافة كبيرة جدا، وده لأنهم في الدور الرابع، وكمان ما كانش فيه مواسير ولا أي طريقة للتسلق. وده كان أمر محير جدا لرجال المباحث عن طريقة دخول وخروج القاتل، وده بالإضافة لعدم وجود أي آثار لشخص غريب داخل الحمام، سواء كانت بصمات
أو بصمة وراثية. وحقيقي كانت الجريمة في منتهى الغموض، وكان رجال المباحث رافضين إنهم يرجعوا الجريمة للسحر بالرغم من إن كل الدلائل بتشير لده. وبيكملوا رجال المباحث في طريق البحث عن الجاني، وفي أثناء التحقيقات بيعرفوا بالصدفة إن بسنت كانت شارية عربية من معرض جوزها بالقسط، ودفعت قسطين من ثمنها، ومن بعدها العربية اختفت. المعلومة دي طبعا لفتت انتباه الضابط المسؤول عن التحقيق، وبيسأل عنها بسنت، واللي بتقوله إن العربية اتسرقت من تحت البيت. والغريب إنه لما بيسألها عن محضر السرقة بتقوله إنها طلبت من معتز يعمل محضر، ولكنه مهتمش. وقتها بيحس الضابط إن العربية دي ممكن تكون حل اللغز اللي هو بيدور عليه. ولكن في وسط كل ده بتحصل مفاجأة كبيرة جدا، وهي إن الجيران في عمارة المعادي بيبلغوا الشرطة ببلاغ غريب جدا، وهو إن كل سيناريو الجريمة بيتكرر مرة تانية مع وجود فرق واحد بس. وبيقولوا إنهم سمعوا صراخ جاي من شقة بسنت، وطلعوا جري يلاقوا بسنت مش موجودة في الشقة، وفي الحمام بيلاقوا آثار دم وطلاسم زي اللي كان موجود يوم الجريمة. الفرق الوحيد إن ما كانش فيه جثة موجودة. وبيتم البحث عن بسنت في كل مكان لمدة 48 ساعة، ولكن ملهاش أثر، لدرجة إن رجال المباحث بدأوا يحسوا إن فعلا ممكن يكون للسحر يد في اللي بيحصل. ولكن ده ما منعهمش إنهم يكملوا بحث عن بسنت، ولكن بدون جدوى. وبيمر أكتر من شهرين والجريمة بتستمر في الغموض زي ما هي، لغاية ما في يوم بيجي بلاغ إنهم لقوا العربية المسروقة، وكانت مركونة ومتغطية في شارع هادي. وقتها رجال المباحث قرروا إنهم يسيبوا العربية دي في مكانها، ويتم مراقبتها بصورة سرية طوال 24 ساعة. وبيستمر الوضع ده أيام وأسابيع بدون أي جديد، لغاية يوم 2 يناير سنة 2023 بيظهر شاب في أواخر العشرينات، وبيشيل الغطا عن عربية بسنت وبيفتحها بالمفتاح اللي معاه. وقتها رجال المباحث في لمح البصر قامت بالقبض على الشاب ده، وهنا هتبدأ مرحلة فك الغموض، وبتنكشف لينا واحدة واحدة جريمة من أقذر الجرائم اللي حصلت في مصر. وبنعرف إن الشاب ده بيشتغل كاشير في مطعم في المعادي، وبيقول هشام إنه من خلال شغله في المطعم اتعرف على بسنت مرات القتيل. وبعد التعارف بتتطور علاقتهم القذرة، وبتحكي له بسنت قد إيه هي بتكره معتز وبتتمنى إنه يموت. وهنا بيعرض عليها هشام إنه يخلصها من معتز، وده مش علشان سواد عينيها بس، ولكن مقابل مبلغ كبير، وكمان إنها تكتب له عربية جديدة باسمه بعد لما ينفذوا الجريمة. وبيبدأوا بالتحضير للجريمة برواقة وبتخطيط أبلسة بمعنى الكلمة، وبيأجروا الشقة اللي تحت شقة بسنت لهشام من الباطن، وبيفكروا في فكرة السحر اللي هيخترعوها قدام رجال الشرطة. وبيساعدهم في ده موضوع تأخر الإنجاب، واللي الكل عارف إنه معتز فعلا كان حزين بسببه، وكل اللي يعرفوه هيأكدوا إن كان ممكن يعمل المستحيل علشان يخلف. وبالفعل قدروا يحبكوا السيناريو بصورة ما تخرش المية. وفي يوم الجريمة أول لما بيدخل معتز الحمام بتقول بسنت لهشام إنه يطلع لها فورا، وبالفعل بيطلع، وبتفتح له بسنت باب الشقة، وبيخبط على باب الحمام بهدوء، فبيفتح له معتز لأنه كان فاكر بسنت هي اللي بتخبط. وبيدخل عليه هشام وبينفذ الجريمة بالصورة المتقنة اللي حكينا عنها، وبيخرج من شباك الحمام وبينزل على الشقة اللي تحت وبيختفي فيها، وبيختفي بعدها. وقبلها بيتأكد إنه ما سابش أي أثر في مسرح الجريمة. وبتصرخ بسنت، وبيحصل كل اللي حكيته لكم في بداية الحلقة، وبيكرروا نفس السيناريو مرة تانية قبل ما تختفي بسنت علشان يبعدوا أي شبهة عنها، وعلشان يأكدوا إن الجريمة مبررها هو السحر. وبعدها بيتوجه رجال المباحث على العنوان اللي بيديهولهم هشام، وهناك بيلاقوا بسنت مستخبية وما تعرفش إن هشام اتقبض عليه. وفي التحقيقات بيعترف الاتنين بكل تفاصيل الجريمة، وبيتحكم على بسنت بالمؤبد بتهمة التحريض على القتل، وبيتحكم على هشام بالإعدام بتهمة القتل العمد. وبتتقفل القضية من أكتر القضايا بشاعة وغموض. وبكده خلصت حلقتنا. أتمنى لو عجبتكم تكتبولي في التعليقات، ولو ما عجبتكوش اكتبولي برضو. سلام.